عليكم، شلونكم شخباركم؟ اليوم بسوي معاكم برياني كباب. طبعا هذه فكرة من مخي، أول مرة أسويها وإن شاء الله راح تكون تجربة حلوة. أول شيء تعال هني حطيت زيت، راح أحط شوية بصل، خلي شوي يصير حار، أنا استعيرت شكلي، أبي يتكرمل لونه شوي. نص البصل نص الكمية حطيته هني، أبي يتكرمل. شوف البصل شلون تكرمل، راح اشيله كله، لا يكون اسود تحرقينه كذي بس. ليش؟ البصل المتكرمل يعطي طعم. دركت. الحين راح اضيف البصل العادي، دبل البصل. شوفي راح احط الطماطم، راح احمس. من ضمن الحل عندي هني طبعا بهارات، جميع بهار عندك، لومي اسود، بهارات مشكله، فلفل اسود، كمون، بابريكا، هيل. راح اضيف شويه عليه هذا دارسين، مو حاطين فيها دارسين، دارسين يعطي حق الاكل طعم. راح اضيف شويه ثوم وابدا احمس عدل. جماعه في ملحوظه مهمه، الثوم عقب ما تحطين البصل والطماط تحطينه، لا تحرقينه عقب البصل. يعني في ناس تحط بصل بعدين تحط ثوم يحترق، يعطي طعم الحراق بالثوم. لا، احط الطماط واقصد سوري البصل بعدين الطماط بعدين الثوم. تعالي شمي ريحه الاكل. عندي الحين هذه مثل بهار سوهان، هاي بهار سوهان اللي دائما انا احطها مالت البرياني. اليوم حاطه مالت المسله، عندي حرام اضيفها، تقريبا هم نفس النكهات ما تختلف. احمس كذي بهالطريقه، فلفل اخضر بارد واحمس. احط الجزر. خطوة مهمة حق البرياني، روب. تعالي مني نصور الروب. راح احط نص علبة كريمة يعطيها شنو طعم، وراح احط شوية من حليب جوز الهند. ترى البرياني اساسه روب وجوز الهند، وانا من نفسي احط دائما بالبرياني كريمة، يمكن انا من الاوائل اللي استخدموا الكريمة. بعدين قمت اشوف حسابات تسوي نفس طريقتي. الحين عندي هني الكباب مثلج، راح احطه بالاير فراير. راح احط معجون تقريبا نص علبة معجون الطماط، مع حتى معجون كديدي هذا لقيته حتى بقطر يستخدمونه من كثر ما هو جودته عالية بالنسبة حق المعاجين الثانية. الحين تقريبا بدا يجهز عندي. اخر شيء اضبط الملح، لما اشوف ملحه صار زين. الحين بدا يتغير لونه. قلت لكم الكباب اللي انا حطيته بالاير فاير تحمر معاي كذي، راح احطه واخليه طبعا، واحط عليه شويه البصل هذا شفتوه اللي انا كرملته بالاول شيء، واحط عليه ثوم، الحين احط عليه كزبره، عندك فريش، انا عندي مثلجه على طول، وبطاطا، واخليه يتسبك عشان بعدين راح اخذ من المروق اسوي فيه دقوس. الحين اخذ من المروق، شوفوا كثر ما اقدر ازم من المروق احطه هني، بعدين راح اطقه كله بالخلاط عشان ما يصير عندي فيه زوائد او شوائب. حتى لو يطلع لك قطعه ولا قطعتين بطاط مو مشكله. خلي الحين يتسبك وانا اكون اخذت جزء منه حق الدقوس اللي راح اسويه. حطيت المروق هني شوي، ضفت عليه ماء وراح اطقه بالخلاط حق الدقوس. هنا اجهز لون الزعفران، شوفوا مع الزعفران راح احط عليه ماي ورد ونقعه بماي.
خلي شوي. المرة راح احط ماي الكادي شوية، بجربه يمدحونه ونشوف. مع لون احمر، ما راح احط وايد عشان ريحته شكلها قوية، راح اضيف عليه شوية ماي. فصار عندي هني شنو الالوان؟ لون اصفر، برتقالي، اخضر، احمر. حق الالوان البريان تعطيك الوان تشوق. احط الزيت واحط هني بهارات حب، دارسين وهيل ومسمار وكمون حب وملح، واخليه يطبخ. بس يفور العيش راح سوري الماي، راح احط العيش. الحين شوفوا عندي ضبط، تعال شوفي هني حسيت انه تسبك، راح اضيف عليه العيش اني انا سلقته بالاول. ربي ما احب النعمه تروح لا يمين ولا يسار. ها شفتوها الحين اللي على قولتهم مع اجمل لقطه اللي راح تعطيني الوان الرينبو. لون نشوف هذا شنو، برتقالي ولا احمر؟ هذا الاحمر. الله ريحة الكادي. وهذا الاخضر، وهذا البرداني، واخر شيء عندي طبعا الاصفر. اغطيه واخليه يتسبك. الحين شيء اختياري، سمنة تحطينها، الزبدة، سمنة براحتك. الحين شيء اختياري، حطيت سمنة كيوبي بي. شوفوا الالوان، شوفوا الالوان هذه قبل لا تاكلين راح تفتح نفسك حق الاكل. انا حطيت سمنة كيوبي بي، حابة تحطي سمنة عادية بدونها، زبدة براحتك. اغطيها وابدا انطرها تتسبك. وبكذي خلص معاي الطبق اللي هو البرياني الكباب. طبعا هني زينته بالبصل المكرمل مع المكسرات، حطيت البسط حق اللي يشتهي طبعا، واللي ما يبي ياخذ من الجوانب احسن. وهني طبعا مثل ما قلت لكم المرقه جاهزه، وسويت معاها سلطه الروب اللي هي الخيار وروب وملعقه مايونيز وشويه كمون ونعناع مجفف وزيت زيتون وليمون تعطيها طعم. انا بصراحه ترى اليوم اول مره اسوي برياني كباب، فابي اذوقه حلو تهقون ولا لا. شويه من المكسرات، شفتوا المكسرات اصلا انا متكسره اكثر منها. خيال والله، ريحه سعابي لي غرد. لذيذ. طبعا اللي ذايق برياني يعرف اني انا ما قاعده ابالغ، واول مره يجربه مع الكباب. خيال. تسلم ايدي انا. الحين لا يوقف لا يوقف. طبعا هذه مع الصلصه اللي قلت لكم عنها. هبه مع الروب لذيذ. اي برياني تحطين معه صلصه خلطه الروب هذه. والله العظيم لذيذ. جربوها اعطوني رايكم.